مشروع يساتيف صوت كل جتلا لي لم يقل لي حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ حدثنا عمرو بن عبد الله الرزقي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد قتادة حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعه يعني سعد على جنازه سعد ساندرا تيس خامتي يرتون جن اهتز لها عرش الرحمن حدثنا ابن مسنى بن بشار قال حدثنا ابن جابر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولة حرير فجعل اصحابه يلمسونها تتقو سنن ويعجبون من لينها بابنا سير راجعبا فقال تعجبون من لين هذه أكنا جن لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها واليا حدثنا أحمد بن عبد الدبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن باني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال ابن عبدة أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة حدثني قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا وبمثله أيه باتي قتادة جلقايا درسانسي حدثنا عمرو بن عمرو بن جبل حدثنا أبي بن خالد حدثنا شعبة بهذا الإسناد بالإسنادين جميعا أمية جلقايا خناس كرواية أبي داود حدثنا زهير بن حرب حدثنا يونس بن محمد إسنادين قتادة بن ساكي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا حدثنا عمر بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أنه كيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلة فذكرنا ولم يذكر فيه أيه فذكرنا عمر بن عامر ولم يذكر فيه وكان ينهي عن الحرير باب من فضائل ابي دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عفان حدثنا عماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوم احد فقال من ياخذ مني هذا فبسطوا ايديهم كل انسان منهم يقول انا قال فمن ياخذه بحقه قال فهاجم القوم نمود ابدا فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه قال فأخذه فلك به عام المشركين باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن أهرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما حدثنا عبد الله بن عمر قوارير أمر الناقد كلاما سفيان قال بيت الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن منقدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول لما كان يوم أحد جاء بأبي مسجيا وقد مثل به قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة فقال من هذه فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو فقال ولم تبكي فما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع حدثنا وابن مسنى حدثنا وابن جرير حدثنا شعبة ومحمد بن مقدر عن جابر بن عبد الله قال أصيب بي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه حدثنا عبد بن ميت حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر كلاهما عن بن منقدر عن جابر بهذا الحديث خير أن ابن جريج باتي كلا جرقايا ليس في حديث ذكر الملائكة وبكاء الباكية حدثنا وابن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن منقدر عن جابر قال جاء بأبي يوم أحد مجدعا على فنيان راجل ماتين فودي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا وحديثهم عبد الكريم قال باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه جليبيب رضي الله عنه حدثنا إسحاق بن عمر بن سليد حدثنا عماد بن سلمة الثابت كنانة بن نعيم من أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن له فعفى الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا فطلبوه فطلب في القتل فوجدوه إلى جنب
إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوا هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قال فودع ولا سعيد ليس له إلا سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فغفر له وودي في قبره ولم يذكر خصلا باب من فضائل ابي ذر رضي الله عنه. حدثنا عبد بن خالد الازدي حدثنا سليمان بن مغيرة اخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن سامت قال قال ابو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشعر الحرام فخرجت انا واخي انيس وامنا فنزلنا على خال لنا فاكرمنا خالنا سما كان يتقرق بنو خبجيجي وحسن إلينا غاري ندلجيجي فحسدنا قومه واستسامون قود الأبديجي فقالوا دوبك جنين إنك إذا خرجت عن أهلك وقور خيبرات بباباته قال فإليهم أنيس برقجات تقال جن مجا يسمالا مجا يسمى تقوم ورسا يسمى ساقلا فجاء خالنا خندو بيسمنا خنجنو في فنصى علينا نرجنك يجي الذي قيل له دبي سانجام تسون علت فقلت أما ما مدى من معروف يا أبو يا يسمع داريته تدبرته فقد قدرته بوريستين جيني ولا جماع لك فيما بعد أسيبو دغنا وجيراجو كان ينجر تولا فقربنا سرمتنا قال خنيس دي فنجي فاتملنا عليها ريا بنجي وتخطى خالنا صوبه سمن خنجو غوغتجي فجعل يبكي وقولوا ترى براخا بوس سينيجي فانطلقنا حتى نزلنا بهدرة مكة فنافر أنيس أتشكو بني فنافر أنيس ندادتي جمّا عن سمتنا قال خيني راولي دادتني تبر نمني دادنا دان انجي فتوافرت خنا قال خيني دادتي يجي وعن مثلها فاتا يصير رمز فأتي الكاهنا خنا نمي جواي متقد كني فخير أنيسا سر جالاجي فأتانا أنيس أكاسي أنيس ندو فيجي بسرمتنا قال خيني في ومثلها معها أنكسا كغرتي وان أكا جاليا ونبر وان تبتا قبتي بيتنا اللي أما سنما جيتوني كسي أكا خارتا أني خنفا أما زيبي وانا كتا كجي تنما كان ولي رانياتا آية قال أي أبا ذر نجي وقد صليت يا ابن أخي يا بلي زخيني صلاة يجي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين أما سدين صلاة يجي قلت لمن قال لله أبو إنيف صلاة يجي رب ما في صلاة يجي قلت فأين توجه عرب قلقلته قال توجه حيث يعجلني ربي أصلي عشاء صلاة حتى إذا كان من آخر الليل أبو آخر الكنيجي ألقيت نير رفايا كأني خفاء أكان هجو عن انتلالا هجو الربا خيسا خطيجي جبر حتى تعلون الشمس فقال أنيس إن لي حاجة بمكة أبو أجام مكة قبا جيجي فأكفني من خيسا وانجرانا راقي جيجي فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراس علي نراني بايجي ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد ودعت قوله على أقراء الشعر أقرأ شيري ريتون طرف شيري رقص شيري رنين كاي فما يلتئم على لسان أحد بعدي وان قد تمجي الرب نما تقوخنا بودت نمالي جرورتيز أنه شعر على نسو شيري جتون والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون قال قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتدعبت رجلا منهم نما تقوخ إسان الرا ورمكا راتي ضعيفا لكايتمان فقلت أين هذا الذي تدعونه سابيا أنا مشي وابي جتني سلي سجرة من قدو برنامج كمان قدو لالي تمان جولن يجي على كمان المغوتي نما كمان قدو لالي تمان
نمشي وهابية تنسو ليس جيران جيني. فأشار إلي فقال السابية فما علي وابي جي آل الوادي بكل مدرة وعذم بكل مدر كل رفاتي في لفلا حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت هنا ارتفعت. دابا غري جالس بالغ دي جرابر لما جالس لما تي فجيت تيمتي مني بالغ فارتفعت لفاين كي يدبا هنا ارتفعت اقول لفاخو كأني نسب أحمر اكا حالان فكرنا كوان تلو ديمتو دي نغرغل چللا. قال فأتيت زمزم لقي فغسلت عني الدماء وشربت من ماءها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم يا صدمين تايجي ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت أكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبين أن أهل مكة في ليلة قمراء إذ هيانا إذ ضرب على أسخمتهم فما يطوف بالبيت أحد. كابان تمرق تقول أنت دعوة دراتي أرنم تك بيت ربي تنتوه يا يعني بتدربي برجع غري جندا خنا ميلا لا غابا غريا نمو نيلالن جندا خنا ربي غابا غري شو ما قد داجان هيران نخل أقول له بنمر بتكو ساتاني شو مو فيدن سو ما لقنتي والمريا ترى غابا شورو غري جرما زبي ورما كاكاس غري ما هيري بتدرب ربي وامرأتان منهم تدعوان دلالما تدعوان إسافا ونائلة نائلة جنين. قال فاتنا فاتت علي للان تلمين الدفتجي في طوافهما فقلت أقوسين جيا أنكها أحدهما الأخرى والفودا خايس اللمين انجي ونيرو مقنة تنسي اسلمان كل لمين والفودا انجيا. قال فما تناهتا وان دابا نجي عن قولهما يتشا سانيرا. قال أبا ذر نجي فأتتا علي فقلت هنون أقوسين هنون مثل الخشبة ذكرك مخاتين جيا خير أني لا أكني للين ستر يدرو من باسي جيجي فانطلقتا دلال مني أتي يقولون كالجو تولولان وتقولان لو كان هنا أحد من أنفارنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابتان. قال ما لكما قالت السابع بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم كلمة أفان نماغوت تدبتشون للنبريب. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استسلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حيات بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قال قلت من خفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. فقلت في نفسي كريا أن انتميت إلى خفار فذهبت آخذ بيده فقطعني صاحبه وكان عالم به مني. ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هنا؟ قال قلت قد كنت هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت كنبتني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة إنها طعام طوم. فقال أبو بكر يا رسول الله يزلي في طعامي.
أبا بكر جيجي إذا لي في طعامه الليلة جرنا نمي تخنا نياج سايما ناقول جي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معه ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وأمر سينجي زبيب طائف الرا وكان ذلك أول طعام أكلته بها ثم خبرت إيقنا عجنين تاي ما خبرت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض دوب رسول جيجي أبو الناب اللي فهمته أرض ذات نخل بيت ميرات كان نام اللي فهمه لا أراها إلا يثرب يادو قال أنت مبلغ عني قومك ورم خيتنا الراجيس تاجيجي عسى الله أن ينفعهم بك ربي فيدوني خجيلما ويأجرك فيه فأتيت أنيسا فقال ما صنعت قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت فاحتملنا حتى أتينا قومنا فأسلم نصفهم وكان يؤمهم أيماء بن رحدة الخفاري وكان سيدهم وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفار غفر الله لها وأسلموا سالنا الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنزلي أخبرنا النذير بن شميل حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد وزاد بعد قوله قلت فأكفيني حتى أذهب فأنظر قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له إسان لغا رسول أبجي عارني جريا وتجحموا ولغورني جريا حدثنا ما بن مسنى العنزي حدثني ابن ابي الدين قال انبانا ابن عون عن اميت بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال ابو ذر يا ابن اخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت فاين كنت توجه قال حيث وجهني الله وقت الحديث بنا وحديث سليمان وقال في الحديث فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه قال فأخذنا سرمته فدممناها إلى سرمتنا وقال عيدا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام قال قلت السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام من أنت وفي حديثه عيدا فقال منذ كم أنت هنا قال قلت منذ 15 وفي فقال أبو بكر فقال عليهكني بضيافته الليلة وحدثني إبراهيم بن محمد بن هرارة الشامي ومحمد بن حاتم وتقاربا في سياق الحديث ما جت هل كان يقول يا جبر أما يقول يا لك يا جرا واللفظ لابن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ابن مسنى بن سعيد Ali Baba Bakri sila chutu na matagama isa ara Baba Bakri mi achin tali yiji guya to no malaga aya Ali yiji isi jani amma to isa Baba Bakri sila guya khobati meni lal Bukhari jemme goda aya عن ابي جمرة بن عباس قال لما بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لاخيه اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتي الخبر من السماء فاسمع من قولي ثم اتيني فانطلق الاخر حتى قدم مكة وسمع من قولي ثم رجع الى ابي ذر فقال رايته يامر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني فيما اردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل فتجافره عليه فعرف أنه قريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل كربته وزاده إلى المسجد سنكي سالم الفتح على مجيدة دي بيجيكو فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى متجعه فمر به علي فقال
ما آن لرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقام علي معه ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أتيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت وفعل فأخبره فقال فإنه أقوى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مديت فاتبعني حتى أدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بها على صوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسار القوم فضربوا حتى اتجهوه فأتلبسهم فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من خفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم فأنقذه منهم ثم عاد من الخدم بمثلها وساروا إليه فضربوه فأكب عليه لباس فأنقذه. باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.